ايه يا عم سبونج بوب؟ هو مستر سلطع بيكسب كام في اليوم؟ ايه والله ما اعرفش يا مستر. نعم، امال مين المفروض يعرف يعني؟ اكيد يعني يا مستر سلطع هو اللي يعرف. غلط. مش هو بس اللي المفروض يعرف. مساء الفل عليكم يا حبايب قلبي. النهارده ان شاء الله هنعرف مين المستخدمين الحقيقيين اللي المفروض يعرفوا المعلومات المحاسبيه. نبدا كده مع بعض ان شاء الله على خير. النهارده نتكلم بس كده 5 دقايق مع بعض. ايه اللي احنا هنعمله، النظام بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. ان شاء الله احنا كل اسبوع هننزل فيديو شرح على اليوتيوب وفيديو حل اسئله على المحاضره اللي احنا هنشرحها مع بعض، هينزل على المنصه. تمام كده؟ طيب، انت عايز تعرف معلومات عن المنصه، تشترك ازاي معانا، اي حاجه ابعت لي على الواتساب وانا ابعت لك كل التفاصيل. تمام؟ طيب، مبدئيا خلينا نتكلم ان منهج المحاسبه كويس جدا، حلو جدا، ما فيهوش حاجه صعبه قوي. هو في حاجات بس مش قوي، مش زي ما انت متخيل. لا، كل حاجه ان شاء الله هتبقى سهله معانا، بس هو في عيب واحد بس. المنهج طويل جدا. يعني المنهج طويل جدا بجد. يعني انا كمدرس عشان اشرح لك المنهج ده كله، لو نقول انت عندك 10 وحدات، فلو نقول كل وحده هنشرحها في شهر بالمراجعه بتاعتها، انت كده عايز 10 شهور. طب انا هعملها ازاي؟ طب هنراجع امتى المنهج؟ فعايز منك انك تفهم مني بس. المحاسبه مش عايزه حفظ 1%. انا مش عايز منك حفظ نهائي. عايز منك تفهم مني وتكون مركز ومصحصح لكل كلمه هتتقال بس. مش طالب منك اي حاجه تاني. ومش عايزك تراكم، لان مفيش وقت للتراكم بتاع حضرتك. مفيش وقت والله. انا عايز منك الفيديو نزل النهارده تسمعه، تخلص شرح، تتنقل على طول على المنصه، تشوف حل الاسئله وتحل الواجب بتاعك وتبعت لي، وتجهز للمحاضره اللي بعدها عشان هيكون في امتحان. تمام؟ طيب، بالنسبه لطلاب المنصه، الامتحان هيتبعت لك قبل ما ينزل فيديو الشرح اللي جاي. تمام كده؟ يعني احنا بعد ما نخلص النهارده، تمام، خلال الاسبوع ده هينزل لك امتحان حضرتك هتحله، وبعد كده تبعته لي، هو هيتبعت تلقائي. تمام؟ طيب، بالنسبه للسنتر، طلاب السنتر ما تقلقوش، كده كده احنا مع بعض هشوفكم، فالامتحان هيكون قبل المحاضره مباشره. هتمتحن وانت معايا، هاخد منك الامتحان، وبعد كده نبدا شرح واصححه لك، واتصل بولي امرك اقول له انت عملت ايه كل اسبوع. تمام؟ عشان ولي امرك يتابع معايا. عشان كده انا كنت طالب من كل اللي بيكلمني، بقول له ابعت لي رقم ولي الامر. الناس بتقول لي ليه؟ اكيد يعني هكون ليه؟ عايز اتابع مع ولي الامر. تمام كده؟ ماشي. نظام الاسئله بتاعك خلينا نتكلم عنه. نظام الاسئله بتاعك يا حبيبي بالاسلوب الجديد، انا مش عايز منك حفظ نهائي. عايز منك تركيز وفهم بس. تمام؟ لان كل الاسئله هو مش عايزك تعمل قيد يوميه، او مش عايزك تعمل معامله محاسبيه بس، لا. هو عايزك كل سؤال هتجاوب عليه تقول لي انت جاوبت عليه الاجابه دي ليه. يعني في استنتاج وربط وتفسير وادله عن كل سؤال هتجاوب عليه. تمام؟ طيب، هل ده صعب؟ لا، مش صعب. مش صعب، بالعكس. انت لو فاهم 100% هتجاوب على اي سؤال، وهتشوف بنفسك دلوقتي بعد الشرح ان شاء الله. طيب، طالب منك طلب صغير خالص. اي حد ما اتفرجش على الكورس التأسيسي بعد اذنك ما تتفرجش عليه كله. ما تتفرجش عليه كله، انا عايزك تتفرج بس على اول محاضرة كورس تأسيسي. بس ليه؟ لان فيها اساسيات كتير جدا ومهمة جدا 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 جدا، بيقوم عليها حاجات كتير قوي احنا هنشرحها النهارده. فممكن تكون انت النهارده متلخبط معايا في كام حاجه كده. فبعد اذنك، قبل ما تبدا تتفرج عليه دلوقتي، حاول تتفرج على الكورس التاسيسي المحاضره الاولى بس مش طالب منك اي حاجه. هم الثلاثه او 4 فيديوهات، انا مش عايزك تتفرج عليهم كلهم. كده كده هم كويسين ومهمين جدا. اللي اتفرج عليهم احييك، اللي ما اتفرجش عليهم مش مهم، ما تضيعش وقت فيهم كتير. اتفرج على اول محاضره بس، انت هتلاقيها بتاع 50 دقيقه، معلش هي طويله، بس فيها اساسيات المحاسبه كلها.
معلش. تمام؟ طيب حاجه بسيطه لاخواتي، يعني انا مش هتكلم فيها بتعمق او عشان يعني حقكم عليا. اي طالب ولي امره غير مقتدر ما تشيلش هم خالص، مفيش اي حاجه، احنا كلنا اخوات. ابعت لي كده كده فيديو الشرح بينزل لك على اليوتيوب، فيديو حل الاسئله هينزل لك على المنصه، هبعت لك الكود يعني بسعر رمزي جدا جدا جدا، مش معاك مش مهم، مفيش اي حاجه، ومش هتكلم في الموضوع ده كتير. تمام؟ ما تشيلش هم اي حاجه، احنا مش تجار، انا مش تاجر. تمام؟ انا مش تاجر عشان ابيع واشتري فيك. ماشي؟ خلينا متفقين بس كده، احنا كلنا اخوات، وانا بقدم لك رساله يعني. مش هطول في الموضوع. تمام كده؟ طيب معلش حاجه اخيره. السؤال اللي هيجي لك ممكن ما يكونش ليه حل واحد بس، ممكن ليه كذا طريقه للحل، فانت لازم تكون فاهم كويس جدا عشان اي اجابه انت هتجاوبها صح بس بنظام معين. تمام؟ اهم حاجه ان السؤال تجاوب عليه باختصار وباستنتاج واضح ومنظم بس. تمام؟ خلينا نبدا، ولو في اي حاجه ابعت لي على الواتساب. طيب احنا عندنا اول حاجه في الوحده الاولى ان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض وظائف المحاسبه. تمام؟ طيب وظائف المحاسبه، اهم وظائف المحاسبه تحقيق النظام والتنظيم وتحقيق المساءله. يعني ايه؟ يعني لازم كل معامله ماليه هنسجلها تبقى وفقا لمبادئ منظمه عشان نعرف نقارن بين المعاملات الماليه عبر الفترات الزمنيه المختلفه. يعني ايه؟ يعني الفترات الزمنيه اللي فاتت واللي جايه انا عايز اقارن بينهم، فلازم يكون عندي معاملات ماليه منظمه انا بسجلها. تمام؟ تمام. ايه هي تحقيق المساءله؟ يعني باختصار كده المحاسبه مش مجرد انك تعمل قيود وحسابات، ده نظام بيساعد الاداره واصحاب المشروع عشان ياخدوا قرار صح. انت بتعمل المحاسبه ليه؟ المحاسبه دي اتعملت ليه؟ عشان الاداره او صاحب المنشاه او العاملين او المديرين اللي في المنشاه يعرفوا ياخدوا قرار صح. تمام كده؟ ده تحقيق المساءله وتحقيق النظام والتنظيم. طيب المحاسبه بتجاوبك على اسئله مهمه جدا زي ايه؟ هل الشركة دي حققت ربح ولا خسارة؟ هل وضع الشركة المالي كويس ولا لا؟ الفلوس والأصول بتاعت الشركة، الفلوس بتاعتي أنا كصاحب منشأة، الفلوس بتاعتي كام في الشركة؟ طب أنا عليا ديون قد إيه؟ أنا كصاحب شركة عليا ديون قد إيه للموردين بتوعي؟ طيب أو القروض اللي أنا واخدها. طيب هل القرار اللي أنا خدته أو الإدارة خدته صح ولا كان في حاجة غلط عايز يتعدل؟ طيب الإطار النظري للمحاسبة المالية إحنا اتكلمنا عنه في المحاضرة التأسيسية، المحاضرة الأولى، عشان كده بقول لك معلش استحملني واتفرج عليه. طيب خلينا نتكلم سريعا عن أهم النقاط بالتفصيل برضه. والله المحاسبة ديت علم وفن. طيب المحاسبة دي لغة أعمال. يعني إيه لغة أعمال؟ إحنا بنتكلم عن الفلوس، عن البيزنس، إزاي ندير المشروع بتاعنا. حلو كده؟ تمام. دلوقتي أنا كصاحب مشروع عايز أدير المشروع بتاعي وبعت كتير النهاردة، هل كده أنا كسبت؟ معنى إن أنا بعت النهاردة كتير هل أنا كده كسبت؟ مش شرط إن أنا أكون كسبت، ما ممكن أكون بايع بس عليا مصاريف كتير أو عليا ديون. طيب عشان كده أنا محتاج المحاسبة في حياتي. على فكرة إحنا بنستخدم المحاسبة يومياً بشكل طبيعي وإحنا مش واخدين بالنا. المحاسبة أهم حاجة صدقني. يعني ببساطة دلوقتي والدك بيديك فلوس تروح السنتر أو تحضر الدرس بتاعك، كل دي معاملات مالية، بس أنت مش واخد بالك أو أنت مش مركز. بس أنت لو ركزت وبعد الفيديوهات أو بعد ما تدرس المحاسبة هتعرف إن المحاسبة دي أنت بتستعملها في حياتك اليومية بشكل طبيعي عادي جدا، بس هي محتاجة إنك تشوفها صح وتنظمها. وبعد إذنك المحاسبة مش رياضة، ملهاش علاقة بالرياضة. تمام؟ ماشي؟ عشان الناس كتير جدا بتقولي
انا خايف ادخل محاسبه، اصل المحاسبه زي الرياضه وانا ماليش في الرياضه. حبيبي المحاسبه حاجه، الرياضه حاجه. احنا بنتكلم عن الفلوس، هي يعني فيها ارقام، بس احنا بنتكلم عن الفلوس، ملهاش علاقه بالرياضه اللي هي في مخيلتك خالص. تمام كده؟ انا بطمنك. طيب المحاسبه، لو انت كمحاسب سافرت في اي بلد عربيه او اوروبيه، انت هتتعلم نفس المبادئ والاسس بتوع المحاسبه. يعني المحاسبه مش بتتجزأ، يعني المحاسبه مش بتختلف او تتغير. المحاسبه اللي انت تدرسها دلوقتي طلاب الثانوي التجاري بيدرسوها، بس نظام الاسئله بتاعهم مش زي نظام اسئلتك. بس الطلبه بتوع كليه التجاره برضو بيدرسوا المحاسبه الماليه زيك بالظبط، هي الاسس وهي المبادئ وهي قيود اليوميه. المحاسبه مش بتتغير. يعني لو انت سافرت اي بلد عربيه، هي الاسس وهي كل حاجه، مفيش اي حاجه تختلف في المحاسبه. تمام؟ طيب مفهوم المحاسبه هي علم وفن يختص بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات الماليه للمنشاه. ليه؟ بهدف معرفه الارباح والخسائر والمركز المالي للمنشاه، وتوفر المعلومات المحاسبيه للمستفيدين وعرضها في صوره تقارير. ما فهمتش حاجه منك يا مستر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا بنعمل المحاسبه دي ليه؟ احنا بنعملها عشان بنسجل وبنحلل وبنلخص المعاملات الماليه. يعني ايه تحليل وتسجيل وتلخيص يا مستر؟ تحليل قلنا يعني احنا بنترجم الكلام المكتوب دوت، المحاسبه اللي مكتوبه ديت احنا بنترجمها انا وانت بالعربي عشان نعرف نفهم ونحل. وبعد كده بنسجلها في دفتر اليوميه. يعني ايه دفتر يوميه؟ انا مش فاهم اي حاجه. واحده واحده، مفيش اي حاجه، بالراحه خالص. كل حاجه هندرسها مع بعض واحده واحده. احنا دلوقتي خلينا في التحليل بس. تمام كده؟ احنا ازاي نترجم المعاملات الماليه اللي احنا هنشوفها ونترجمها عربي عشان نعرف نحلها ونفهمها مع بعض. تمام كده؟ ماشي. ممكن نقول تعريف تاني ابسط عشان تفهم اكتر. المحاسبه هي لغه الاعمال، زي ما انا قلت لك. المحاسبه لغه اعمال ليه؟ بتساعدنا على معرفه ايه للمنشاه وايه عليها. يعني انا ليا كام وعليا كام. انا كصاحب منشاه، مستر ابراهيم هو صاحب منشاه، عندي مشروع، فانا ليا كام عند الناس بره وعليا كام. اصولي او الممتلكات بتاعتي اللي جوه المنشاه كام. عايز اعرف ارباحي، انا بكسب ولا بخسر. دي المحاسبه من الاخر، كلها بتعتمد على الفلوس. طيب مين اللي بيستخدم المعلومات المحاسبيه؟ مين هم اللي بيستخدموا المحاسبه؟ كلنا بنستخدم المحاسبه بشكل طبيعي جدا. طيب كمنشاه بقى، كمنشاه انا دلوقتي، او نخليها احسن مستر سلطع، مين اللي بيستخدم المعلومات المحاسبيه جوه المكان؟ تمام، والله اللي بيستعمل المعلومات المحاسبيه مستر سلطع نفسه. مين تاني؟ سبونج بوب، مع ان ده عامل في المكان بيستعملها. ليه بيستعملها؟ هو ده اللي احنا هنعرفه. كل حاجه هنعرفها مع بعض بالترتيب واحده واحده. اهم حاجه تشرب مشروبك المفضل وتسمعني بكل هداوه. مين هم اللي بيستخدموا المعلومات المحاسبيه؟ اطراف داخليه واطراف خارجيه. انا كجوه المنشاه ايا كان المنشاه دي ايه، اي حد بيستخدم المعلومات المحاسبيه جوه المنشاه يبقى ده كده مستخدم داخلي. اي حد بيستخدم المعلومات المحاسبيه خارج المنشاه يبقى ده مستخدم خارجي، من اسمها اهو. طيب زي ايه؟ الاطراف الداخليه اللي بيستخدموها العمال والمديرين واصحاب المنشاه، اللي هو صاحب الملك نفسه. تمام كده؟ هنعرف تعريف كل واحد فيهم حالا. طيب مين هم الاطراف الخارجيه بتوع المنشاه؟ الموردين، العملاء، المستثمرين، مصلحه الضرائب، البنوك. طيب قلنا مين هم الاطراف الداخليه؟ اصحاب المنشاه والمديرين والعمال. طيب تعالى بقى نعرف تعريف كل واحد فيهم. مين هم اصحاب المنشاه؟ اللي هو صاحب البيزنس نفسه. مين هو ده؟ بتاع ايه يعني؟ ده بقى اهم من اهم صاحب المنشاه ده من اهم اللي بيستخدموا المعلومات المحاسبيه. ليه؟ لانه صاحب راس المال نفسه.
هم من أهم مستخدمي المعلومات المحاسبية، خاصة إذا هم كانوا مباشرين بشكل مباشر في الإدارة، يعني هو اللي ماسك الإدارة، هو رئيس مجلس الإدارة بتاع المنشأة بتاعته. طيب ليه هو بيستخدم معلومات محاسبية ليه؟ عشان يقيم النتائج ويعرف الأرباح والخسائر بتاعته وياخد الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء لزيادة الربحية. أي صاحب مشروع محتاج إنه يكسب أكتر، طبيعي يعني. طيب هو محتاج المعلومات المحاسبية ليه؟ عشان يكسب أكتر، يعمل إجراءات لزيادة الربحية، وكمان هو رئيس مجلس الإدارة نفسه وصاحب المشروع نفسه، فعايز يعرف دخله كام، خرج كام، احنا كسبنا كام النهارده، احنا خسرنا كام النهارده، انهي منتج بيتباع اسرع، انهي منتج بيتباع بمكسب اكتر عشان اشتغل عليه اكتر، واي منتج ضعيف عايز اشتغل لتحسينه عشان يتباع برضه ما يتركنش عندي في المخزن. تمام كده؟ طيب دي اصحاب المنشأة. المديرين مين هم؟ هم اعضاء مجلس الإدارة. اعضاء مجلس الإدارة. امال مين اللي صاحب المنشأة؟ ده رئيس مجلس الإدارة. تمام كده؟ ماشي. المديرين هم اعضاء مجلس الإدارة، وهم من اهم مستخدمي المعلومات المحاسبية. طيب بيعتمد عليه في التخطيط، هم بيعتمدوا على المحاسبة في التخطيط في المستقبل، على المستقبل واتخاذ القرار والرقابة على أداء المنشأة عشان يقيموا النتائج، وبرضه يعرفوا الأرباح والخسائر بتاعت المنشأة، وبرضه لزيادة الربحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء. يعني باختصار كده المديرين بيستخدموا المعلومات المحاسبية عشان يعرفوا يراقبوا على المنتجات والعمال وياخدوا الإجراءات السليمة والصح لزيادة الربحية وبأقل تكاليف ممكنة. تمام كده؟ طيب مين هم العمال؟ أنا كصاحب منشأة مشغل عندي عمال، مشغل معايا عمال، بلاش مشغل عندي ده عشان ما بحبش المصطلح ده. محدش بيشتغل عند حد، احنا بنساعد بعض. طيب دلوقتي أنا كصاحب منشأة معايا تيم شغال معايا، بيشتغلوا، هيكونوا بيستخدموا، عايزين يعرفوا المعلومات المحاسبية عن المنشأة ليه؟ أولاً عشان يعرفوا هل هم المنشأة ديت هتكبر في المستقبل ولا لا، ولا هيفضل المنشأة دي محلك سر كده حجمها صغير. لا، انا كعامل او انا كموظف في الشركة، انا عايز الشركة تطلع وتتقدم لقدام عشان اخد فلوس اكتر، اترقى اسرع، اخد نسبة من الارباح اعلى، اعرف الشركه دي ممكن يجي يوم عليها وتفلس ولا لا. كل دي معلومات محاسبيه انا عايز اعرفها عن الشركه ديت وانا داخل، عشان اعرف انا نظامي ايه كمان 5 سنين. تمام؟ طيب مين هم العمال؟ هم يهتمون بالمعلومات المحاسبيه لمعرفه مدى استقرار المنشاه وقدرتها على الاستمرار في نشاطها زي ما احنا قلنا. طيب زي ايه بيعرفوا عايزين يعرفوا المحاسبه ليه؟ المعلومات المحاسبيه عن المنشاه ليه؟ عشان سداد الاجور والمرتبات في مواعيدها. يعني حضرتك هتتاخر عليا في المرتب ولا هتدوني اخر الشهر؟ تمام. توفير فرص الترقيه وتحسين بيئه العمل، منح المكافآت والحوافز، استمرار في النشاط وعدم التعرض للافلاس او التوقف. ده اللي انا شرحته لك باختصار. طيب مين هم بقى الاطراف الخارجيه؟ احنا كده اتكلمنا عن الاطراف الداخليه اللي جوه المنشاه. اي حد جوه المنشاه هي كده مستخدمين داخليين زي المديرين والعمال واصحاب المنشاه اللي هو رئيس مجلس الاداره، ده لو هو بيمسك الاداره، لان مش شرط صاحب المنشاه يبقى هو اللي ماسك الاداره، لا انا ممكن اكون صاحب منشاه وجايب مديرين هم اللي ماسكين الاداره عادي جدا، مش انا. تمام؟ طيب مين هم الاطراف الخارجيه؟ اي حد خارج المنشاه يبقى اطراف خارجيه. زي مين؟ المستثمرين والبنوك والموردين والعملاء والجهات الحكوميه. زي مين الجهات الحكوميه؟ زي مصلحه الضرائب. طب تعالى ناخد حاجه حاجه. مين هم المستثمرين؟ انا دلوقتي كصاحب شركه جالي مستثمرين عايزين يستثمروا فلوسهم في الشركه بتاعتي، فعايزين يعرفوا الشركه بتاعتي بتحقق ارباح كام، او معلومات محاسبيه بشكل عام عن الشركه بتاعتي عشان يعرفوا استثماراتهم ديت رايحه لفين، هنكسب ولا هنخسر معاك، انت رجل ناجح في المشروع بتاعك ولا لا.
ما هو انا كمستثمر معايا فلوس عايز اشتغل واكسب، فاهم قصدي ايه؟ فانا لازم اختار صاحب الشركه اللي انا هشتغل معاه، اللي انا احط فلوسي معاه. طيب يبقى مين هم المستثمرين؟ هم اشخاص الذين يفكرون في شراء اسهم من الشركه ويحتاجون المعلومات المحاسبيه للاطمئنان على اموالهم. بيستخدموا المحاسبه في ايه؟ في اتخاذ القرار الخاص بالاحتفاظ باستثماراتهم او التخلص منها او التوسع فيها. ده باختصار اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو ايه؟ نعيده تاني سريعا. المستثمرين عايزين يحطوا فلوسهم عندي في الشركة، يستثمروا فلوسهم عندي في الشركة، فلازم يتأكدوا إن الشركة بتاعتي هتخسر ولا هتكسب في المستقبل، هتكبر ولا هتقل في المستقبل، هنعلن الإفلاس ولا لأ في توسع شغال والفلوس بتاعتنا هتكبر وهنبقى مليونيرات. تمام كده؟ ماشي. مين هما بقى الموردين والمقرضون؟ الموردين اللي أنا كصاحب منشأة باخد من الموردين منتجات ببيعها. يعني أنا دلوقتي وليكن فاتح مطعم، فبجيب المواد الخام اللي أنا بستخدمها. المواد الخام دي أنا بجيبها من مين؟ من المورد. يعني أنا باخد حاجات بشتريها مواد خام وأنا أعملها في المطعم وأبيعها للزبون. طيب الموردين دول محتاجين يعرفوا عني معلومات محاسبية ليه؟ ما هو أنا ساعات كتير بشتري بالآجل مش كاش. يعني أنا مع المعلومات المحاسبية اللي هو عايز يعرفها عشان يعرف أنا هقدر أسد الفلوس اللي عليا في المستقبل ولا لأ، ولا أنا هاخد منه منتجات وخلاص وفي الآخر أقول له كل سنة وأنت طيب مالكش عندي حاجة. يبقى هو عايز يعرف معلومات محاسبية عشان يضمن حقه. طيب والبنوك عايزين يعرفوا ليه؟ اللي هو المقرضين عايزين يعرفوا معلومات محاسبيه ليه؟ نفس الكلام. انا دلوقتي كصاحب منشأة هروح للبنك عشان اخد منه فلوس. والله انا عايز منك فلوس عشان انا مفلس وعايز الفلوس ضروري عشان اعرف اشتغل. البنك هيقول لي عينيا ليك، اللي انت عايزه تؤمر يا باشا، بس ثانيه واحده، حجم مبيعاتك ايه سنويا؟ ارباحك على مدار السنه اللي فاتت مثلا كام؟ او على الخمس سنين اللي فاتوا كام؟ عشان اقدر اديك قرض وانا مطمن انك هتدفع في المواعيد. يبقى البنك اللي هو المقرضين عايزين يعرفوا برضو معلومات محاسبيه عن الشركه بتاعتي وحقهم. طيب يبقى مين هم الموردين والمقرضين؟ هم من يقدمون المنتج او الماده الخام او السلعه وبيقدموا تمويل للمنشأة، وهم يستخدمون المعلومات المحاسبية للاطمئنان على مدى قدرة المنشأة على سداد الديون المستحقة عليها والفوائد من عدمه، بالإضافة إلى استخدامها في حالة طلب تمويل إضافي للمنشأة سواء من المقرضين الحاليين أو المرتقبين. أنا فهمتك الموضوع. طيب مين هم العملاء؟ وعايزين يعرفوا عني معلومات محاسبيه ليه ان شاء الله؟ ده انت واحد يعني بتاخد مني حاجه وتمشي وتدفع؟ لا، ما هو في عملاء انا ببيع لهم على الحساب. في عملاء انا ببيع لهم على الحساب مش ببيع لهم كاش. طب دول عايزين يعرفوا معلومات محاسبيه عني ليه؟ هم يعتمدون على القوائم الماليه للتعرف على المركز المالي للمنشاه ومدى قدرتها على الاستمرار في نشاطها والوفاء بالتزاماتها، كما تساعدهم على اتخاذ القرار بالتعامل مع المنشأة بثقة. اشرح لي يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. طيب هفهمك يا حبيبي. دلوقتي العملاء دول بياخدوا مني منتجات، عايزين يعرفوا انا هبقى ملتزم معاهم. يعني دلوقتي مثلا واحد طلب مني من المنتج معين كمية وليكن 1000 قطعة، تمام، من منتج معين، فهو عايز يعرف معلومات محاسبية عني ومعلومات ماليه عن المنشاه عشان يطمن انا هبقى ملتزم معاه واودي له ال 100 قطعه اللي هو عايزهم في الوقت المحدد ولا لا. هل انا عندي القدره الانتاجيه للانتاج بتاع ال 100 قطعه وادهم له واسلمهم له ولا لا؟ طيب يبقى دول مين؟ العملاء. طب الجهات الحكوميه زي مصلحه الضرائب، يعني انت تشتغل وتكسب وما تديش حق الحكومه؟ عيب والله. الجهات الحكوميه زي مصلحه الضرائب هم من اهم الجهات الخارجيه المستخدمه للمعلومات المحاسبيه. ليه؟
لأنها تستخدم المعلومات في تحديد قيمة الضرائب المستحقة على المنشآت. يعني حضرتك لو مش بتسجل المعلومات المحاسبية بتاعتك كصاحب منشأة، هيجي عليك مصلحة الضرائب، هتعرف تحط لك الرقم الضرائب بتاعك بناء على ايه؟ ما هو لازم تكون انت عامل دفاتر موثوق فيها بكل امانه وكل صدق ايه المعاملات الماليه بتاعتك. طيب، المستحق على المنشأة والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية وضمان الالتزام المنشأة بالقوانين الضريبية. حلو. طيب، بالرغم يا صديقي ان في اختلافات في اهتماماتهم كلهم كاطراف داخليه او اطراف خارجيه، اللي هم بيتفقوا مع بعض في حاجه واحده بس، عايزين يعرفوا المعلومات الماليه الملائمه لصاحب الشركه. تمام؟ اوكي. الدوره المحاسبيه والمبادئ المحاسبيه. ايه هي الدوره المحاسبيه؟ قلنا تحليل، تسجيل، تلخيص، ترحيل، اقفال الحسابات والتسويه، واعداد القوائم الماليه. يعني ايه؟ احنا اول حاجه في المحاسبه بنحلل. يعني ايه بنحلل؟ يعني بنمسك الكلام اللي هو مكتوب، بنترجمه محاسبيا لعربي كده زي انا وانت، عشان نفهم نحل ازاي. بعد ما نفهم نحل ازاي، عايزين نسجل بقى اللي احنا قلناه ده، عايزين نكتبه. طيب، هنكتبه ازاي؟ في التسجيل. طيب، كل مرحله من دول هنعرفها واحده واحده بس في الجزء بتاعها عشان ما تتلخبطش، واقول لك كل حاجه هتتلخبط مني ومش هتفهم مني حاجه. بس لما اشرح لك الحاجه واقول لك دي هي دي، فانت هتفهم معايا بسرعه. تمام؟ طيب، تعال نتكلم دلوقتي عن مبادئ المحاسبه وبعدها نتكلم عن الاسس. ايه هي المبادئ المحاسبيه؟ عندي 3 مبادئ: مبدا الحيطه والحذر، مبدا المقابله، مبدا الثبات. 3 مبادئ من اسمهم. مبدأ الحيطة والحذر، يعني أنا خايف من حاجة، ماشي. مبدأ المقابلة، يعني حاجة بتقابل حاجة. مبدأ الثبات، ثبات على المبدأ، عندي حاجة أنا ثابت عليها، ماشي. اشرحها لي بقى واحدة واحدة كده وباستفاضة. ماشي، ما أنا عايز أفهم يا مستر كل حاجة. حاضر. عايز بس أشرح لك حاجة قبل ما نبدأ دول. المحاسبة صدقني بسيطة جدا ومعتمدة على الفهم زي ما احنا قلنا. بافتراض كده ان والدك اداك فلوس وقال لك انزل اشتري اي حاجه من تحت اللي انت عايزه وتعالى. فانت نزلت صرفت الفلوس اللي معاك اللي هو اداها لك ورجعت. فوالدك بيقول لك يا ابني الباقي فين واشتريت ايه وبكام. انت لو مش مسجل او مش عارف انت عملت ايه، هتقول له ايه؟ ما اعرفش يا بابا، مش عارف. طيب، ما هو انت كده مش بتستخدم المعلومات المحاسبيه. انا عايزك تستخدم المعلومات المحاسبيه. فجي والدك قال لك طيب اتفضل اليوم اللي بعده، اتفضل الفلوس ديت وانزل جيب اللي انت عايزه، بس بعد اذنك عايزك لما ترجع تقول لي انت عملت ايه بالفلوس واتبقى كام، وقول لي عملت ايه بالظبط في الفلوس. حاضر. فجيت تاني يوم لما خدت من بابا الفلوس، نزلت اشتريت اللي انت عايزه، فبدات تكتب والله انا اشتريت كذا بكذا، اشتريت كذا بكذا، اشتريت كذا بكذا، اشتريت كذا بكذا، والباقي في الاخر كذا. فرحت لوالدك في البيت في نفس اليوم قلت له يا بابا انا اشتريت كذا بكذا والباقي كذا، اتفضل. فهنا احنا عرفنا انت صرفت كام، عرفنا انت صرفت الفلوس في ايه، وعرفنا الباقي معاك كام. لو اي حد مسك الورقه ديت هيفهم انت جبت ايه وبكام. هي دي المعلومات المحاسبيه اللي احنا هنعملها مع بعض. احنا عايزين نعرف الفلوس بتاعتنا راحت فين. تمام؟ مش مجرد كلام نظري. بس انا ليه بشرح لك نظري؟ لان هو اللي هيخليك تعرف تحل العملي. تمام؟ ما تقولش ايه النظري مش مهم انا هخش على العمل على طول. لا، ما فيش حاجه اسمها كده في المحاسبه، كلها مترابطه بين بعض. يعني كل الشرح اللي انا بشرحه لك مرتبط بالعملي، فانت لازم تكون مركز وفاهم كويس جدا كل كلمه بتتقال. وانا مبسط لك المعلومات ابسط مما يكن، ولو في اي حاجه انت مش فاهمها عنيا ليك. عندنا 3 مبادئ: مبدا الحيطه والحذر، مبدا المقابله، مبدا الثبات، زي ما احنا قلنا. طيب، يعني ايه مبدا الحيطه والحذر؟ والله يا مستر انا خايف من حاجه، انا كصاحب منشاه
خايف ان اخسر، اعترف بالخساره اللي انا خايف انها تحصل ولا لا؟ اعترف. مبدأ الحيطه والحذر بيقول لك خاف، اعترف عن الخساره اللي انت شاكك انها تحصل. ببساطه انا صاحب منشأة، والشهر ده عامل تارجت لنفسي ان انا ابيع 100 قطعه، وبعت 20 بس، وفاضل على الشهر 10 ايام والشهر يخلص. فقلت لنفسي يا نهار ابيض، ده انا ما بعتش كتير، التارجت بتاعي انا كده خسران الشهر ده. اعترف بالخساره بتاعتي ولا لا؟ المحاسبه بتقول لك في مبدأ الحيطه والحذر اعترف ان في فعلا حاجه غلط انت داخل عليها. تمام؟ طيب حاجه تاني، هل نعترف ان احنا مش ممكن في الشهر دوت، في باقي ال10 ايام ديت كل حاجه جايز، مش ممكن نبيع اكتر من التارجت في ال10 ايام الاخر؟ ممكن، بس ما اعترفش بيها. مبدأ الحيطه والحذر بيقول لك لا، ما تعترفش بيها. اعترف انك ممكن تخسر في اخر ال10 ايام عشان انت ما حققتش الربح بتاعك، بس ما تعترفش انك انت ممكن تكسب غير لما فعلا يتحقق البيع، عمليه البيع لما تتحقق فعلا اعترف بيها. طيب تعال نشوف مثال بسيط. اولا مبدأ الحيطه والحذر معناه ببساطه ان لو عندي خساره متوقعه اعترف بيها بدري. طيب قبل ما تحصل، يعني انا اعترف ان في خساره متوقعه قبل ما تحصل. طيب بس لو في ربح انا متوقع ان في ربح جاي، ما اعترفش بيه الا لما يتحقق فعلا اعترف بيه. ده في ايه؟ مبدأ ايه؟ الحيطه والحذر. لازم تفهم عشان الاسئله هي يعني هيسالونا عن الحاجات دي. تمام؟ وهيبقى في استنتاج، جاوبت كده ليه؟ ده مبدأ ايه وليه؟ طيب يعني مثال بسيط، دلوقتي عميل عندي، انا كصاحب منشأة، عميل عندي اشترى بضاعة على الحساب. يعني ايه كلمة على الحساب؟ يعني هو ما دفعليش، يعني هو صاحبي واخويا وانا واثق فيه. انا كصاحب منشأة، كلمة على الحساب دي يعني ايه؟ انا كصاحب منشأة في عمال بياخدوا مني بضاعة، فهو خد مني بضاعة بس ما دفعش فلوسها. يعني ايه ما دفعش فلوسها؟ يعني قال لي والله انا خلال يومين 3 4 هدفع لك الفلوس دي، بس انا مش معايا فلوس دلوقتي، وانا ضمنه لازم اكون ضمنه. تمام؟ يعني ما خليتهوش يوقع على كمبياله، ما خليتهوش يبصم على اي حاجه، على ايصال امانه، ما خليتهوش يعمل اي حاجه. انا قلت له انا واثق فيك وانت هتدفع لي الفلوس، انت صاحبي وحبيبي، فتفضل البضاعه ولما يبقى معاك فلوس حاسب. تمام كده؟ دي معنى كلمه على الحساب. طيب خد بضاعه مني ب100,000 جنيه، وفي احتمال كبير ان العميل ده ما يسدش، جزء من الفلوس. طيب يعني كده في خساره انا ممكن اخسرها. طيب هنا بقى المحاسبه بتقول لك ايه؟ خلي بالك ما تعتبرش ان ال100,000 جنيه كلها مضمونه. ليه بقى؟ عشان انا هنا لازم اعترف ان انا ممكن اخسر. ليه؟ لان صاحبي اللي انا وثقت فيه واديته البضاعه ممكن ما يرجعليش ال100,000 كلهم، ممكن يرجع لي جزء منهم بس، فالجزء التاني هيصبح ان هو انا خسرته. لازم اعترف في مبدأ الحيطه والحذر، لازم اعترف ان انا ممكن اخسر. طيب لو الشركه بقى متوقعه انها تبيع اصل، يعني انا كصاحب شركه ممكن ابيع منتجات واحقق ربح في اخر 10 ايام من الشهر عشان احقق التارجت بتاعي. طيب الربح ده هيكون كام؟ هيكون 50,000 جنيه. ما ينفعش نسجل الربح لمجرد اننا بنتوقع بس، لا، لازم البيع يتم ويتحقق الربح. يعني كده نفهم ايه من مبدأ الحيطة والحذر باختصار؟ لما يكون انت شاكك انك ممكن تخسر، اعترف انك ممكن تخسر. بس لو انت متوقع ان هتكسب الشهر ده، لا، ما تقولش ان انا ممكن اكسب، لا، لما يتحقق الربح وتكسب ساعتها تسجل. طيب
ايه هو بقى مبدأ المقابلة؟ قلنا حاجة بتقابل حاجة. طيب يعني ايه حاجة بتقابل حاجة؟ انا دلوقتي ببيع منتج، يعني عندي محل باع بضاعة خلال شهر يناير. انا في شهر يناير وبعت بضاعة بكام؟ ب100,000 جنيه. طيب تكلفة البضاعة اللي اتباعت، يعني انا مشتري البضاعة ديت وصارف عليها نقل ومواصلات والحاجات دي كلها عشان اخد البضاعة دي لحد ما توصل عند الشركة، دافع فيها 60,000 جنيه، وانا بعتها بكام؟ ب100,000 جنيه. يعني انا كسبت كام؟ 40,000. طيب اهو. طيب يبقى كده الشهر ده كسبنا كام؟ 40,000. هنا ليه حطينا ال60,000 في نفس الفترة؟ هشرحها لك باسلوب تمام وكويس. دلوقتي انا الشهر اللي فات اشتريت بضاعة. ده احنا كده بنشرح ايه؟ مبدأ المقابلة، اللي هو الايرادات بتقابل المصروفات وبتتسجل مع بعض في نفس الفترة. يعني ايه بنسجل الايرادات والمصروفات في نفس الفترة يا مستر؟ هقول لك. دلوقتي انا اشتريت بضاعة من المورد، جبت البضاعة ديت وليكن ملابس، جبت منه 100 تيشيرت. ال100 تيشيرت دول وليكن ب100,000 جنيه. فال100 تيشيرت انا جبتهم ب100,000 جنيه، دي كده تكلفة البضاعة المباعة. يعني انا اشتريت منه البضاعة وصرفت فلوس مواصلات ونقل وشحن والحاجات دي كلها لحد ما البضاعة وصلت لي عندي في المكان هنا 100,000 جنيه. طيب بعد ما انا جبت الحاجة ب100,000 جنيه، بعد ما انا جبت البضاعة ب100,000 جنيه، الشهر اللي بعده بعتها بكام؟ ب200,000 جنيه. الله، انا مشتريها الشهر اللي فات ب100,000 والشهر ده انا بعتها ب200,000. يعني انا كسبت كام؟ 100,000. 200,000 ناقص ال100,000 اللي هي التكلفة هتبقى كام؟ 100,000. ده المكسب. طيب هنا بقى مبدأ المقابلة بيقول لك سجل المصروفات بتاعت الشهر اللي فات وسجل الارباح اللي هي الايرادات بتاعت الشهر ده في نفس الفترة بتاعت الايرادات اللي اتحققت اللي انت بعت فيها. يعني انا النهارده بعت منتج، اسجل المصروفات بتاعتي اللي انا اشتريت بيها اسجلها في نفس الفترة بتاعت النهارده. تمام؟ اللي هو لما تحقق الربح. تمام كده؟ طيب اهو، يعني نحط المصروفات المرتبطة بالايرادات في نفس الفترة اللي حققنا فيها الايرادات. يعني ايه بقى يا صديقي؟ هقول لك. يعني انا حققت ايراد شهر معين، اشوف ايه المصروفات اللي ساعدتني احقق الايراد دوت واحملها على نفس الفتره بتاعه الايرادات. تمام كده؟ يعني احنا ليه حطينا المصروفات هنا في المثال هنا؟ ليه حطينا المصروفات في نفس الفتره بتاعه الايرادات؟ مع ان المصروفات اللي احنا جبنا بيها المنتجات اكيد ممكن تكون في شهر قبل شهر يناير، بس احنا ليه حطيناها في شهر يناير؟ عشان الايراد، المصروفات لازم يقابل الايراد في نفس الفتره في مبدأ المقابله. طيب ايه هو مبدأ الثبات؟ ثابت مبدأ الثبات. طيب يعني الشركه بتستخدم نفس السياسات، حاجه ثابته، نفس السياسات ونفس الطرق المحاسبيه من فتره لفتره. طب ليه بتعمل كده؟ عشان تعرف تقارن النتائج بشكل عام. طيب يعني ايه؟ يعني مثال بسيط، الشركه بتحسب اهلاك الاصول. يعني ايه اهلاك اساسا؟ انت تاخدني في دوكا. طيب يعني ايه اهلاك؟ دلوقتي انا اشتريت وليكن كاميرا، الكاميرا ديت اللي انا بصور بيها دي، انا اشتريتها. هل هتفضل معايا طول العمر؟ هيجي عليها وقت وهتبوظ، هيجي عليها وقت وهيحصل فيها عطل، هتعوز يعني عايزه تتصلح، ليها عمر افتراضي 5 سنين 10 سنين مثلا. طيب لما اجي اصلح فيها عمرها الانتاجي هيقل. فهي دي الاهلاك. معنى اهلاك اللي هو احنا بنستخدم الاصل بتاعنا فهو ليه مده معينه. تمام؟ طيب يعني ايه بقى؟ مثال بسيط، الشركه بتحسب الاهلاك الاصول بطريقه معينه. طيب لو استخدمت نفس الطريقه السنه دي والسنه الجايه، كده اقدر اقارن بين اداء السنه اللي فاتت او السنه دي والسنه الجايه. هقدر اقارن بينهم. ليه؟ لان انا بستخدم نفس السياسات. مبدأ ثابت. المبادئ اللي انا بشوفها في المحاسبه
السنه دي اللي انا بعملها السنه دي هي اللي بعملها في السنه الجايه، فهقدر اقارن بين الاثنين. طيب لكن لو الشركه كل سنه غيرت الطريقه بدون سبب واضح، هنا المقارنه هتبقى صعبه شويه وممكن تكون مضلله. يعني الهدف من المبدأ ده إتاحة المقارنة بين بين المعلومات المالية بتاعت السنة دي والسنة الجاية. تمام كده؟ بين الفترات المالية. طيب إيه هي أسس القياس المحاسبي؟ عندنا أساس الاستحقاق والأساس النقدي. أسهل مما يكون. صدقني المحاسبة سهلة جدا، والله سهلة، ومش عايزة منك حفظ خالص، كلها بتعتمد على دماغك وفهم بس. طيب ايه هو اساس الاستحقاق وايه هو اساس النقدي؟ اساس الاستحقاق ببساطه كده احنا بنسجل الايراد او المصروف وقت ما يتحقق، مش شرط وقت ما الفلوس تدخل او تخرج. انا مش فاهم حاجه يا مستر. طيب هقول لك. احنا قلنا ان مبدا الاستحقاق ببساطه احنا بنسجل الايراد او المصروف وقت ما يتحقق، يعني مش شرط وقت ما الفلوس تدخل او تخرج. ببساطه مبدا الاستحقاق دوت، انا دلوقتي وليكن بعت منتج، اسجل المعامله الماليه ولا لا؟ بس انا يعني بعت منتج بس على الحساب، يعني ما خدتش فلوس. تمام؟ هل اسجل المعامله المحاسبيه دي ولا لا؟ في مبدا الاستحقاق بيقول لك سجل، بس انا ما خدتش فلوس. مش شرط تاخد الفلوس، اهم حاجه طول ما الحاجه حصلت، يعني انت بعت ماشي، سجل ان انت بعت حتى لو ما خدتش الفلوس. تمام؟ طيب مثال بسيط. دلوقتي احنا بعنا بضاعه لعميل ب 10000 جنيه بالاجل، يعني على الحساب، يعني العميل لسه ما دفعش فلوس. هل هنا هنسجل الايراد؟ ليه؟ لان عمليه البيع تمت والايراد تحقق حتى لو الفلوس لسه هتتحصل. يعني انا بعت منتج على الحساب والفلوس هتجيلي الشهر الجاي. تمام؟ اسجل المعامله الماليه دي ولا لا؟ هو بيقول لك سجل، مبدا الاستحقاق بيقول لك سجل. طيب مثال تاني، لو استخدمت كهرباء، احنا دلوقتي فاتوره الكهرباء بس طبعا على العدادات القديمه، وعلى فكره ده مثال حلو جدا. العدادات القديمه احنا كنا بنستخدم الكهرباء الشهر كامل، وبعد كده بيجي لك المحصل تاني شهر. يعني انا مثلا دلوقتي في شهر 8 هيجي لي في شهر 9 يقول لي والله انت استخدمت كهرباء في شهر 8 ب 100 جنيه ادفعها. فاقول له اتفضل ال 100 جنيه، مع ان الفلوس اللي انا بدفعها ديت مش بتاعت شهر 9، دي بتاعت شهر اللي فات، شهر 8. طيب هو ده مبدا الاستحقاق. لو استخدمت الكهرباء في شهر يناير هتدفع فاتوره الكهرباء امتى؟ في شهر فبراير، تاني شهر. على اساس الاستحقاق المصروف هيتسجل في شهر ايه؟ شهر يناير. طيب ليه؟ لان المصروف ده يخص شهر يناير حتى لو الدفع حصل في شهر فبراير. هشرحها لك بطريقه احسن. انا دلوقتي استخدمت الكهرباء في شهر يناير، هدفع الفلوس بتاعتها في شهر فبراير على اساس ان العداد القديم. تمام كده؟ مش العداد الكارت انت بتاخد اساس نقدي، قبل ما انت بتستخدم الحاجه بتدفع فلوسها. تمام كده؟ فالمثال ده حلو عشان اقدر اشرح لك بيه الاساس النقدي واساس الاستحقاق. طيب نرجع تاني بسرعه. اساس الاستحقاق احنا استخدمنا كهرباء الشهر ده ب 100 جنيه، هندفعها الشهر الجاي. هيجي المحصل يقول لي والله انت استخدمت كهرباء الفاتوره بتاعتك اهيت 100 جنيه، فانا بقول له اتفضل ال 100 جنيه. طيب كده في الحاله ديت انا بعمل ايه؟ اساس استحقاق. مع اني انا ما دفعتش في شهر يناير، انا دفعت في شهر فبراير، بس هي الحاجه انا استخدمتها بتاعت ايه؟ بتاعت شهر يناير، عشان كده انا بسجلها في شهر يناير. تمام كده؟ ماشي. ده كده اساس الاستحقاق. تعال بقى في الاساس النقدي، من اسمها نقدي، اي حاجه بتحصل النهارده هسجلها النهارده نقدي. حاجه حصلت من شهر مش هسجلها.
انا هسجل اللي هيحصل معايا دلوقتي. طيب ده اسهل. ليه؟ انا مش بسجل اي عمليه الا لما الفلوس تتقبض فعلا او تدفع فعلا. يعني مثال بسيط، ناخد مثال فاتوره الكهرباء كعداد الكارت. دلوقتي انا بشحن على الكارت 100 جنيه، تمام، وبشحنه في العداد، تمام كده. هل هو هياخد مني الفلوس دي امتى؟ وقتي انا بستخدم كهرباء دلوقتي بيخصم مني فلوس من العداد دلوقتي حالا. ده كده اساس نقدي مش اساس استحقاق. تمام. تعالى بقى نشوف مثال تاني. بعت بضاعه لعميل بكام؟ ب 1000 جنيه بالاجل. يعني انا بعت بضاعه لصاحبي وحبيبي على الحساب، والعميل ده هيدفع بعد شهر. يعني هو ما ادانيش فلوس. ما ادكش فلوس يا مستر، ده قال لك انا هدفع لك بعد شهر. حلو. هنا الايراد اسجله امتى؟ الشهر ده اللي انا بعت فيه ولا لما يدفع لي الشهر الجاي؟ لا، اساس النقدي بيقول لك ايه؟ لما يدفع لك يا حبيبي الشهر الجاي ابقى سجل. طيب اهو بيقول لك ايه؟ لا. ليه؟ لان الفلوس لسه ما حصلتهاش. لما العميل يدفع ال1000 جنيه ابقى سجل الايراد. الشهر الجاي لما العميل يديك الفلوس ال1000 جنيه بتاعتك يبقى سجل يا حبيبي. تمام كده؟ طيب كده احنا عرفنا ايه الفرق بين اساس الاستحقاق والاساس النقدي. يلا بينا على اللي بعده. احنا كده وصلنا لاخر المحاضره ديت. انا ليه يعني ضاغطها؟ عشان انت لسه اول محاضره، مش عايز اخدك ساعه ساعتين، مع اني ارجوك واستحملني. المنهج بتاعك كبير قوي، فلما تلاقي الفيديو نازل لك وليكن ساعه الا ربع، ساعه وربع، ما تتخضش. احنا مش يعني بنعمل المستحيل، بس انا لازم اشرح لك باستفاضه جامد جدا، عشان المعلومه اللي قد كده انا لو نسيتها انت هتتظلم. فمعلش استحمل، انا بعمل كده لمصلحتك. انا لو عليا عايز اشرح الفيديو في 10 دقائق، عايز اشرح المحاضره في 10 دقائق في فيديو، بس حرام. انت لازم تفهم. ما انت الحل بتاعك كله على فهمك. اللي انا بشرح لك انت تفهم، فانا مش هينفع اشرح لك اكروتك، مش هينفع اكروت. فايا كان الفيديو نازل لك مدته كبيره، معلش انت طالب بكالوريا فهعمل ايه؟ تمام. فما تفرحش لما تلاقي فيديو قصير، ما تفرحش، ما تبقاش سعيد فيديو قصير هتفرج عليه. لا، ما انت ممكن يكون الفيديو طويل بس ده اهم. معلش استحمل، انت قدها والله العظيم، انا حاسس بيك والله، بس هنعمل ايه؟ انا معاك وما تقلقش والله من اي حاجه. صدقني المنهج كويس جدا والله، هتتعلم حاجات هتفيدك في حياتك، ما تقلقش، واي حاجه انا معاك. طيب المره الجايه هنعرف معادله الميزانيه وهنحل عليها اسئله عملي بنظام الاستنتاج والادله والحاجات دي كلها، وهنعرف كل حاجه فيها وهنحلها عملي بكذا طريقه. وعايز اقول لك على حاجه معلش اخيره، انا مبسوط جدا ان 50% من الاسئله مقالي و50% MCQ. ليه؟ لان صدقني المحاسبه احلى حاجه فيها انها تبقى مقالي اساسا. ليه؟ دلوقتي وليكن هو طلب منك انك تحل قيد معين، وقال لك حل القيد دوت، تمام، و استنتاج وربط وتفسير وادله وكل الحاجات ديت. انت لما تيجي تعمل القيد رسمت له القيد ماشي، مدين ودائن وبيان وتاريخ، وحطيت له كل حاجه بشكل منظم وجميل وصح، واهم حاجه يكون صح، تمام. بس جيت زودت صفر في الرقم اللي انت حطيته في المدين، زودت صفر، كده المساله غلط. بس هو مش هيعملها لك كلها غلط، هيديك لو هو السؤال دوت ب5 درجات مثلا ب5 درجات، هيديك درجه، هيديك درجتين، هيديك 3 درجات، هيديك اي حاجه. المهم ان انت هتكسب حاجه، مع ان انت حليت غلط. انت حطيت صفر غلط، والصفر في المحاسبه يودي في داهيه زي ما احنا عارفين. فانت حليت غلط، بس احلى حاجه ايه؟ ان في المقالي ان هو هيديك درجه عن اللي انت حله، وعامل الاستنتاج بتاعك صح،
وعامل الادله بتاعتك صح وعامل كل حاجه صح، بس في صفر بس هو اللي انت حطيته غلط. بدل مثلا 100 جنيه حطيتها 1000، فانت هنا غلطت. بس هو هيديك درجه على اللي انت حليته. بس نفترض بقى في الاختيار المتعدد بابل شيت قال لك مثلا انا عايز الرقم الاخير، ماشي؟ انت عملت الخطوات وعملت قيد اليوميه كله، وجيت على اخر رقم اللي انت زودت فيه صفر، ماشي؟ وكان عندك في الاختيارات 100 و1000، وانت اخترت 1000 عشان انت حليتها 1000 وحطيت صفر، فانت عملت 1000. او انت حللها صح 100 بس انت جيت اخترت 1000، فالمساله كلها غلط. هي ب5 درجات، انت خسرت ال5 درجات كلهم، فاهم؟ فوالله انا كنت اتمنى ان المحاسبه تكون كلها مقالي. انا كان نفسي وانا في الجامعه كان نفسي ان الكليه بتاعتي تخلي الامتحانات بتاعتنا كلها مقالي في المحاسبه. ليه؟ لان انا هاخد درجات اكتر. فاهم قصدي ايه؟ تمام. انا ان شاء الله هدربك على الحاجتين، المقالي والبابل شيت، فما تقلقش من اي حاجه، احنا مسيطرين يعني الحمد لله. طيب ايه هي بقى معادله الميزانيه؟ معادله الميزانيه بتقول لك ان الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طيب تعالى كده نعمل عمليه محاسبيه بسيطه خالص والله. دلوقتي الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طب لو انا قلت لك انا عايز المعادله بتاعه الخصوم، مش عايز دي معادله الاصول اهي، الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. يعني انا لو قلت لك معادله الميزانيه هتقول لي الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. هعرفك كل حاجه المحاضره الجايه، بس انا عايزك تفهم المعادله ديت. الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طب لو انا قلت لك عايز معادله الاصول، ما هي اهي الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طب لو انا بقى قلت لك انا عايز المعادله بتاعه الخصوم، هتعمل حاجه، هتكتب الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه عشان ما تتلخبطش، ماشي؟ والمستر قال لك ايه؟ انا عايز معادله الخصوم، هتجيب الخصوم تحطها مكان الاصول، يبقى هتكتب ايه؟ الخصوم بتساوي، شايف علامه الزائد دي؟ هتعملها ناقص، بس كده. بس يبقى هتكتب ازاي؟ الخصوم بتساوي الاصول ناقص حقوق الملكيه. بس في اسهل من كده؟ يبقى تاني سريعا، معادله الميزانيه بتساوي الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طب لو انا قلت لك عايز معادله الخصوم هكتب الخصوم بتساوي الاصول ناقص حقوق الملكيه. طب لو انا جيت قلت لك انا عايز معادله حقوق الملكيه، نفس النظام، همسك حقوق الملكيه اللي هو قال لي عليها، انا عايز حقوق الملكيه، معادله حقوق الملكيه، همسك حقوق الملكيه احطها مكان الاصول واكتب يساوي. وبعد كده اعمل ايه؟ اكتب الاصول هحولها مكان الخصوم واكتب ايه؟ الاصول بتساوي الخصوم الاصول ناقص الخصوم، سوري. طيب سريعا اخر مره، معادله الميزانيه بتساوي ايه؟ الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طيب لو انا جيت قلت لك انا عايز معادله الخصوم، همسك الخصوم احطها مكان الاصول، ماشي؟ اهو مكان الاصول، واقول ايه؟ يساوي الخصوم بيساوي الاصول ناقص حقوق الملكيه. يعني انا غيرت ايه؟ بدل ما هي زائد حطيتها ناقص. وافهمك كل حاجه المحاضره الجايه وهنحل عليها عملي، تمام؟ طيب لو انا جيت قلت لك عايز معادله حقوق الملكيه، هقول معادله حقوق الملكيه بتساوي الاصول ناقص الخصوم. بس كده يا باشا. المحاضره الجايه هناخدها بالتفصيل والحل عملي عليها، وانا عامل لك واجب. طيب النهارده نزل لك فيديو، صح كده؟ نزل لك فيديو بتاع الشرح اهو اللي انت بتتفرج عليه. اعرف ان طول ما انت نزل لك فيديو الشرح هينزل لك فيديو حل الاسئله على المحاضره مباشره على المنصه. يعني انت بعد ما تشوف المحاضره بتاعت النهارده الشرح على اليوتيوب، هتعمل حاجه الاول، هتحل الواجب. بعد ما تحل الواجب تروح على المنصه تتفرج على
المحاضرة بتاعة حل الأسئلة على المحاضرة اللي احنا شرحناها. تمام كده؟ ده الواجب بتاعك اهو. تمام كده؟ وادي الصفحة التانية. بعد يا باشا ما تحلهم ابعت لي، مستنيك. باي باي.